يو بلاي أكثر من مجرد صالة ألعاب، قصة 18 عام للصداقة والوفاء. هذا المحل عمره ما كان بالنسبة لي مجرد تجارة، كان مدرسة دولنا فيها 18 سنة، شهدت على بناء صداقات وشعبة ديال الرجال. بفضل هاد الصالة عرفت ناس زوينين وشفنا جيل كبر قدام عينينا. لكن وصل وقت القرار اللي ما ساهلش عليا واللي بزاف سولوني ليه، وهو علاش يوسف غادي تسد الصالة وهي في الطب ديالها. صراحة هي أننا فضلنا نضحيو بجزء من المشروع باش نحافظوا على الجودة والسمعة. السن كبر بينا والصداع والزحام ما بقاش كينافس راحتنا، فضلنا نخرجوا وحنا في القمة قبل ما تسرقنا الصدمة من حياتنا ومن والدينا ووليداتنا. صدينا الصالة كما كان، ولكن يو بلاي باقى معكم باحترافية كبر، بيع أجهزة الألعاب والأكسسوارات والصيانة والفلاش والنيطواياج. هاد التغيير جا باش نعطيوكم وقت كتر وجودة أحسن ونوصلوا لكم المتعة لحيكم وديوركم. وهذا علاش وجدنا لكم أجهزة للكراء اليوم باش تمتع انت وصحابك ولا انت ووليداتك في دارك. وقبل ما نمشي عندي لكم جوج أسئلة. الناس اللي دازوا من عندنا وكبروا معانا، شكون كيعقل على أول ماتش لعبوا في أقدم وأشهر صال جو في درب العمر؟ يو بلاي. خليو لينا ذكرياتكم في لي كومونتير. والناس اللي باغيين يبداو هذا المشروع، واش بغيتوا فيديو تفصيلي من عندي انا يوسف نهضر فيه على اسرار التسيير، السلبيات والايجابيات ديال صالة الالعاب، صال جو بلاي ستيشن؟ مرحبا بكم ديما. يو بلاي كبرات بيكم.